حدثت اليوم في حق المدرب الجزائري عادل عمروش أين ثاني بيان العار الذي خرج به الاتحاد التنزاني بمعية البعبع الذي لطالما صوروه لنا بأنه رجل نفوذ في إفريقيا، لكنه يشتري الذمم كما اشترى ذمم الاتحاد الإفريقي وذمم كل من يعمل في الاتحاد الإفريقي، والدليل ما حدث مع قضية عادل عمروش. يعني تصرفت بأوامر من الجامعة المغربية لكرة القدم. ما قابلك ما تقابلني، ما نلعب معك ما تلعب معك، جو ديميسيون اي جو بار. انا عارف باللي كل شيء مدروس وانا راني داخل في جحر فيه افعى. يعني انا نسميها بكل صراحة بالمهزلة حدثت اليوم في حق المدرب الجزائري عادل عمروش، أين تمت معاقبته ب8 مباريات وغرامة مالية قدرها 10,000 دولار على خلفية تصريحاته ضد الجامعة المغربية لكرة القدم. الاتحاد التنزاني مباشرة بعد هذه العقوبة ماذا فعل؟ لم يقف مع المدرب بل أقال المدرب الجزائري على خلفية عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ها هو بيان الاتحاد التنزاني، بيان العار الذي خرج به الاتحاد التنزاني بمعية البعبع الذي لطالما صوروه لنا بأنه رجل نفوذ في إفريقيا، لكنه يشتري الذمم كما اشترى ذمم الاتحاد الإفريقي وذمم كل من يعمل في الاتحاد الإفريقي، والدليل ما حدث مع قضية عادل عمروش الذي يعني كشف المسطور. ياسين معلومي كشف المسطور، لكن الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. نسميها يعني أمور خطيرة تحدث في هذه القضية. ياسين شوف، لو نجول القضية هذه نقولوا باللي أن المهازل تاع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ تولي موتسيبي راهي تتواصل. اليوم هذه الهيئة الإفريقية أنا حسب رأيي يعني تصرفت بأوامر من الجامعة المغربية لكرة القدم، لأنها هي التي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة. عادل عمروش في التصريح تاعو اللي أدلى به ما قال إلا حقيقة يعرفها الجميع في الاتحادات الإفريقية لكرة القدم. وأنا حسب رأيي هذه ربما أقول لك أسرع عقوبة اتخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يعني بلان كومبيتيسيون أسرع عقوبة. زيد حاجة واحدة، يعني اللب تاع القضية وقت بدا لب القضية بدا لما عادل عمروش قرر يدير التربص في مدينة عنابة، في مدينة عنابة أو قسنطينة. كان راح يحب يدير هنا في قسنطينة، حتى أنه يقولوا أنه برمج لقاء ودي أمام المنتخب التونسي، يعني كان عمل كل شيء. رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم بأمر من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم قال لهم ما يديروش التربص في الجزائر. ما السبب؟ لأنه لو يدير التربص في الجزائر يعني الجزائر بالإمكانيات اللي عندها والملاعب اللي عندها إلى يعني يسوق للجزائر. الاتحاد يعني الجامعة المغربية لكرة القدم كانت عملت ضغوطات على الاتحاد التنزاني. عادل عمروش حسب معلوماتي المؤكدة أنه رفض قاطع باش يدير التربص تاعو في المغرب ودخول وكان يعني ياسين معلومي كان في خلافات شديدة مع رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم. بعد مشاورات إلى آخره راح دار تربص في القاهرة وراح الكأس إفريقيا. هذيك التصريحات اللي عملها قال أنه الجامعة المغربية لكرة القدم هي التي تتحكم في الكاف. زيدوا معلومة أخرى إضافية ياسين معلومي، إضافة للمعلومات القيمة التي ذكرتها الآن، لأنه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وعد رئيس الاتحاد التنزاني إذا لحق عادل عمروش يجيب له مدرب. هذه أمر. وإذا خرج بالتربص من الجزائر إلى بلد آخر بقيمة مالية كبيرة جدا، ونفس القيمة اللي عرضها إذا أقال المدرب عادل عمروش. شوف يعني واحد السرعة أنه لما نزل البيان تاع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباشرة رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم دار إقالة المدرب الجزائري. دار له إقالة كان على باله طبعا. لا عنده دار له اسمه إقالة. واليوم إذا إقالة عن نتائج أنا ما نظنش، لأنه المنتخب التنزاني نتائج تاعو الأولى ما كانش متأهل إلى كأس إفريقيا.
لولا النقطه اللي داها منا من الجزائر، يعني بعد يعني اللقاء كان في المستوى الى اخره، دا نقطه وتاهل الى كاس افريقيا. اليوم انت راني نقول لك، انا شوف، انا دائما نقول انه مخطط ضرب الكره الجزائريه ما زال متواصل، وما زال نزيدوا نشوفوه مستقبلا مع المنتخب الوطني وكل الانديه اللي تشارك في المنافسات الافريقيه. ماذا تعني هذه العقوبه السريعه جدا ياسين؟ مش تعني انك اليوم، لا، هي تعني انه مش يعني الشخصيه تاع عادل عمروش، هي شغل عقوبه للجزائر مباشره. نسقسيك انت، اسكو من قبل هذه العقوبه سمعنا باللي مدرب يدير ديكلاراسيون بين قوسين ناريه يتسيسبوندا في خلينا باسرع وقت. اسكو صرات هذه؟ صار كونسير كي هو هضر دار ديكلاراسيون، تقدر لا فيدراسيون تنزانيا تسقيلو بور لو ريميتر اون اوردر. بيان سور، مي لا كاف واش دخلها في كي قال الكلام هذا باللي هما يبرمجوا؟ حنا دوك الناس كاع على بالهم باللي هما اللي راهم يبرمجوا، هما يحكموا في لاكاف. دار لاكاف ما راهيش في مصر، راهي في هنا برك ماشي بعيد عليه. بيان سور، مي تو الموند لو سي. انا نظن باللي عادل عمروش اللي فيكتيم دو سا ناسيوناليتي. وصلتني رسالة الآن من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ياسين معلومي، وجعدنا المشاهدين بتوضيح الرؤية بخصوص إصابة إسماعيل بن ناصر. وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد لي الآن بأنه إصابة إسماعيل بن ناصر غير خطيرة، وكل الأمور تسير بطريقة جيدة بالنسبة لإسما ومباراة الغد. الحمد لله. لا مش الحمد لله. هو مصاب. لا ولكن عنده إصابة لكن غير خطيرة. احنا خايفين ترجع للإصابة القديمة اللي كانت ما نقدرش عليه. ماذا بينا الحمد لله يكون في باش نرجعوا لموضوع عادل عمروش. نظن احنا عارفين الخطة نتاع لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول هذه من تقريبا من سنوات. العدو اللي امامنا يعني همه هو ضرب الاستقرار في الجزائر في كل المجالات وبما فيهم كرة القدم. ولكن الهفوة اللي دارها عادل عمروش نظن بحسن النية هو المفروض كان يستقيل قبل. هو عارف وين رايح. رئيس الاتحادية مع اللي قال عليها ابراهيم، يعني واش خداو التفاهم اللي كان بين البريزيدون فيدراسيون تاع تنزانيا. لا يستقيل وما يلعبش مع المغرب. لا اسمح لي، يخسر حقوقه. لا شوف، يستقيل سي فو. شوف باش تحافظ على شخصيتك، على مبادئك، على بعض القرارات اللي هي يعني تمس بلد، تستقيل وما تلعبش مع الفريق المغربي وتخرج من المنافسه. ما لعبش هو، خسروا 3-0 كان معاهم، لعب معاهم. كان ما قابلك، ما تقابلني، ما نلعب معك، ما تلعب مع جو ديميسيون اي جو بار. انا عارف باللي كل شيء مدروس، وانا راني داخل في جحر فيه افعى، ما ندخلش للجحر هذاك. هذه من جهه. الجهه الثانيه انت كان انظن كتقني في بعض التصريحات يعني بعيده عليك، ما تدخلش فيها. سيليا ان كوريبسيون نيفو دو لا كونفدراسيون افريكان. خلي المسؤولين على الكره التنزانيه. انت اليوم راك في تنزانيا، غدوه راك في موزمبيق، ومن بعد راك مدرب في هنا. كما الطريقه هذه حرقوه كما نقولوا احنا بالعاميه، خدعوه وحرقوه 8 مباريات. صافي دير كي فا با اونطريني au moins 2 années. au moins 2 années. نظن باللي يعني السيتوياسيون في المسؤوليه تقريبا ابل ينجم يدير ابل. وكانت عنده عقوبه ديجا عندها بعض السنوات، وكانت عنده عقوبه وعمل واسمه ابل وعاودوا نقصوا له. لا شوف، هو بعيدا عن عادل عمروش، هو المخطط وما زال متواصل. ياك راك شافي. نقول لك يا ابراهيم، المؤامره ما زالت متواصله. اليوم المنتخب الجزائري راح يعاني حتى في كاس افريقيا، ويكون عندك احسن فريق، احسن منتخب، احسن اللاعبين ينجموا في دقيقه، في ضربه جزاء، في فار، في كذا، ينجموا يبدوا لك دي ديسيزيون. خاصه انه هذه ديسيزيون حتى في الفار هذاك شكون فيه انسان، فيه واسمه اون بيرسون. هذيك لا بيرسون كان يقدر يولي الفار المباراه الاخرى مع انغولا سليماني. بيان سور يقدر يولي ومو تشيكي وتروح تشوف ريال مو كاين بينالتي ولا لا. ما احنا على بالنا باللي التلاعبات راهي ضد الجزائر منذ يفو ديكلاري باللي احنا ثاني رانا ضد هذا
هذه السيره وهذا التسيير. وهذا ما فعله. انا اريد ان هذاك النهار هذا هو اللي داروا عادل عمروش، كان دار تصريحات ليبين انه هناك اطراف في الجامعه المغربيه هي التي تسير الاتحاد الافريقي. كما عادل عمروش كان يوجد عنده مهمه، دوك راه مدرب ياك قدا الفريق التنزاني، دار انتاج كبير لتاهل كاس افريقيا، كان يقود الفريق تاعو نهار يلحق الوقت باش يدير دي ديكلاراسيون يكون يعني يكون واجد. التوقيت موش في محله. جو بونسكو كان يريها مركز في مع الفريق تاعو. نعم. عنده 3 مباريات يلعبهم، يوري المستوى، يوري باللي يستاهل باش يكون مع احسن فرق في كاس افريقيا. نعم. كي تجيه الوقت مليح قول واش حبيت، يقول تفضل. امر ثاني كذلك سي ابراهيم، بالنسبه للتصريحات ما يخفاش عليك، هو راه داخل كاس افريقيا ماشي باش يدي كاس افريقيا، راح يشارك مع هذا المنتخب. صحيح. منتخب متواضع جدا، يعني نكونوا صراحه، ما عندوش جوده كبيره. ادخل، هو بالك حس باللي انه فيه ظلم، حس كان المفروض فيه هذاك الجانب التحفظ. بعد انت يا كان عندك اون بوسيبيليتي دو فار اون كونفيرونس وتهضر بارابور لي زيليمون بالبابل. عندنا امكانيات باش نديروا. وما كاش بلد افريقي يشك في الشيء اللي راك تهضر فيه انت. صحيح. كلهم يعرفوا باللي الجزائر قادره تعمل. اين هو الخلل اذا؟ الخلل هي يفو كما قال لك عبد الكريم، لازم ندخلوا في داخل هذه ليزانستانس بقوه وبكل الوسائل. الوسائل اللي يستعملهم الجار هي وسائل غير مشروعه. يا اخي لا كان ندافعوا على مصلحه بلادنا ندخلوا بكل الطرق باش بور كونتري هذه السياسه هذه.